اهلا بكم. لسه واحنا بنتكلم وبنتابع قضية اللاعب المشهور لاعب الزمالك احمد فتوح الشهير مؤخرا باحمد ابو الفتوح. واحنا بنتكلم المرة اللي فاتت على ان الرياضة للأسف في كرة القدم بشكل خاص تم تسويقها وتبضيعها على انها استثمار وتجارة وفلوس وما الى ذلك. وقلنا ان اهم سلعة ممكن انت تسوق بيها الرياضة هي الاخلاق. لكن بالرغم من كده وبالرغم ان احنا ممكن نقول على ان الرياضة فعلا استثمار وفلوس، وان في عدد لا بأس به من الناس دلوقتي، خصوصا اللي هو الجيل اللي هو المسيطر دلوقتي على الساحة، اللي هو الجيل اللي فيه عمر الثلاثينات والاربعينات، اللي هم عندهم اطفال، بقوا بيتطلعوا ان هم يحققوا في اطفالهم او يحققوا باطفالهم مستوى اجتماعي ممكن ما قدروش يوصلوا له. لكن انت اذا كنت انت اب دلوقتي عندك 30 او 40 سنة وفعلا بتتطلع لكده، يعني كلنا يعني حلم الغنى او حلم الترقي الاجتماعي او الاقتصادي هو حلم مشروع. انا مؤمن بان الفقر ده مش اختيار، او ان الفقر قدر. اسف، ان الفقر ده مش قدر، الفقر هو اختيارك انت اللي ما اجتهدتش بشكل كافي على ان انت تهيئ لنفسك الظروف الماديه المناسبه ليك. يعني في الاول وفي الاخر انت اللي بتختار ظروفك الماديه، يعني مش حاجه قدريه ولا حاجه زي كده، يعني هو اختيارك واجتهادك. فاذا كنت انت يعني ايه بتفكر انت تجتهد في ابن من ابنائك ان انت تخليه لعيب كوره، انت لازم تفكر وانت بتتابع قضيه اللاعب المشهور ده احمد فتوح، وشوف كمثال انه يمكن احمد فتوح ده هو كان راجل، انا ما اعرفش بصراحه خلفيته الاجتماعيه والاقتصاديه قبل ما يلعب كوره ويتشهر، بس انا كنت متابع يعني ان هو كان بيتلاعب بنادي الزمالك وبيطلب ملايين وبيقول الاهلي بيفاوضني ومش بيفاوضني عشان يطلب فلوس كتيره يعني. واللاعب ما شاء الله يعني عنده عربيات وبتاع، انا ما بصراحه ما اعرفش بيجيبوا العربيات دي منين، لان مرتباتهم يعني ما تجيبش العربيات دي، بس واضح ان هم عندهم مصادر دخل تانية غير المرتب اللي بيتعلن لنا في الاعلام ده يعني. لكن اذا كنت انت بقولك بتتابع الموضوع ده من وجهة نظر دي، من وجهة نظر الاقتصادية، ان انت ممكن تستثمر في ابنك ده اذا كان عنده موهبة، وحتى انت هتفرض عليه في اطار السبوبة اللي دايرة في البلد من حاجات التدريب الكورة وبتاع، وحلم ان انت تبقى محمد صلاح. فانت شوف انت ابنك لما يكبر ويغتني، ايه هو المثل اللي ممكن يقتدي بيه لما يكون غني؟ هل ممكن هيبقى محمد صلاح ولا هيبقى زي احمد فتوح؟ وهنا السؤال، انا لو بقيت غني، مش بس ان انا لعيب كوره، ايه هي الصوره يا جماعه بتاعت الاغنياء دلوقتي؟ يعني انا لو بقيت غني، انا كنت في مستوى مثلا اجتماعي معين، وفجاه او مش فجاه يعني باجتهادي ومجهودي وبشغلي او باي طريقه ما بقى عندي فلوس تؤهلني ان انا ابقى في طبقه تانية، هل ان انا لازم يعني من واجبات الانتماء لهذه الطبقه ان انا اسافر واروح واجي في اماكن معينه واتعاطى هذه المخدرات؟ هل هو دي الصورة اللي بقت موجودة في المجتمع ده؟ انا مش عايز اعمم، لكن انت لازم تحط في دماغك ان هو لعيب كورة زي ده اكيد بكل تأكيد ما كانش في المستوى الاجتماعي ده، وفجأة طبعا في سنين قليلة وبسرعة وفي سن صغير لقى نفسه اتنقل لمستوى اجتماعي مختلف. فاول حاجه جت في باله او اول نموذج جه في باله ان هو هيروح الساحل ويضرب حشيش ومش عارف ايه مخدرات ويطيح بالعربيه بتاعته وهو سكران ولا وهو متخدر ويموت الناس. فهي دي الصوره للاسف اللي بتتعمل. ساعات انت يمكن الناس بتسال نفسها هو ليه اللعيب المصري مش بينجح في اوروبا، او ليه اللعيب المصري يروح اوروبا يقعد شهرين ويرجع بسرعه؟ يا راجل ما هو عايز يرجع طبعا اخر الليل يشيش يعني في اوروبا هيصحوه الساعه 4 الفجر وينزل ويجري في البرد والمطره والتلج ومش عارف ايه وبتاع. لكن في مصر بيصحى الصبح براحته الساعه 12، يروح يتدرب الساعتين ثلاثه اللي بيروح يتدربهم مش عارف ايه جيم بتاعه ويظبط الدنيا، ويرجع بعد كده بقى يشيش. ولما حتى بياخد الاجازه زي ما انتم شايفين اهو الموضوع بقى. انا والله ما كنت متخيل ان هم بيعملوا كده، لعيبه الكوره بتعمل كده. لكن انا يعني يمكن عندي تخيل ان في طبقه اجتماعيه منتشر فيها الموضوع ده، لكن لعيب الكوره انت المفروض بتحافظ على نفسك. وهو ده بقول لك النموذج اللي هي المفروض ان احنا يعني ننتبه له، انه نموذج الغنى. انا لو بقيت غني المفروض اعمل كده. وانت بتسوق ايه للشباب بتوعك، وبتسوق ايه حتى للرياضه نفسها اللي انت عايز تسوقها كفلوس؟ هل يا جماعه هل هي دي اخرتها يعني ان انا هبقى غني زي احمد فتوح، ولا هبقى غني مثلا زي محمد صلاح؟ ايه هو النموذج؟ انا زي بقول هو النموذج دلوقتي للاسف اللي طلع في الاعلام، وتناول الاعلام ومسؤولين النادي والرياضه ورياضه كره القدم
بصفة عامة على كل المستويات انه قضية المخدرات او قضية تعاطي اللاعب المخدرات غير مطروحة للنقاش. فدي نقطة مهمة، ان انت على الجانب الاجتماعي، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الجانب الاخلاقي، المرة دي انت بتتكلم على الجانب الاجتماعي. هل انت هتتخذ كرة القدم وسيلة للترقي؟ اوكي، بعد ما تترقى هل هو ده هيكون المصير؟ سؤال مهم ولازم حد يجاوب عليه، ولازم حد يناقشه في صورة اكبر من مجرد انها كمان كرة قدم. لا، انا عايز اسمع. حتى ما حدش اتكلم على فكرة، لا في التوك شو ولا عمرو اديب ولا بتاع، لان يعني الموضوع بقى هنا بقى خارج شوية كرة القدم. هو هنا انت بتتكلم على مستوى اجتماعي معين. هل يا جماعة، سؤال ما حدش برضو بيجاوب عليه، هل الموضوع ده منتشر في هذه الطبقة الاجتماعية ولا ايه؟ اتمنى ان يعني حد ينتبه ويجاوب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.